ازاي اعرف ان انا مريض انيميا او عندي نسبه هيموجلوبين ضعيفه من غير ما اعمل تحاليل؟ طبعا الموضوع بيختلف على حسب كل حاله مختلفه عن الثانيه، انا برضع او انا حامل او انا بعمل مجهود زياده او بعمل مجهود قليل، او حتى نسب التحليل، ففي انيميا شديده وفي انيميا متوسطه وفي انيميا بسيطه. بس الاعراض ممكن يجي لك عرض واحد او يجي لك كل الاعراض دي بتشتكي منها. ركز في الاعراض اللي بتجي لك، على اساس على اساس الاعراض اللي بيجي لك هنبدا نعالج المشكله. اعراض نقص الهيموجلوبين الدم او الانيميا، اول حاجه الارهاق والتعب الشديد، بتعب من اقل مجهود، ودي الجمله المتداوله اللي معظم الناس بتقولها، انا من اقل مجهود بتعب وانهج. ليه؟ لان مفيش حديد كافي في الجسم، فبالتالي الاكسجين ما بيوصلش كافي للخلايا والعضلات، فبالتالي عضلاتي ضعيفه وما بقدرش اقوم بكل الوظائف الحيويه اللي بيعملها اي حد بمنتهى السهوله. انا مجرد الوظائف الحيويه بتعب. يقول لك انا بحس ان انا بنهج وانا بطلع السلم، بنهج وانا باكل العيال، بنهج مجرد ما بوضب الشقه، لو عملت اقل حاجه بتعب جدا واحس ان انا نقلت جبل. كل الحكايه ان انت ما عندكش القدر الكافي من الحديد اللي يدي اكسجين للخلايا انها تقوم بوظائفها بمنتهى السهوله. ودي نلاقيها بوضوح في الاطفال هتلاقيها اكتر ناس بتعاني من الموضوع ده، وتقول لك انا لان بتعب من اقل مجهود، لان عندها مشكله في انتاج الطاقه، لان ما فيش حديد يقاوم كميه الطاقه اللي هم بيعملوها، فيقول لك انا بتعب من اقل مجهود. تاني عرض اساسي معظم الستات بتشتكي منه وبينسوا انه ممكن يكون سبب الانيميا هو تساقط الشعر. اي حد بيعاني من تساقط الشعر اول حاجه بتيجي في دماغنا هي الانيميا، نقص الحديد، الدم ما بيوصلش كافي لفروه الشعر، كمان ما بيوصلش اكسجين كويس لفروه الشعر. طبعا نقص الحديد، تساقط الشعر ده بيكون انيميا، او زي ما كنا متفقين قبل كده في فيديو تساقط الشعر، يا اما نقص فيتامين د، نقص الزنك، بس من اولويات تساقط الشعر هي الانيميا. علشان كده اي حد بيجي لي بمشكله تساقط الشعر بطلب منه تحليلين اساسيين، هو تحليل هيموجلوبين الدم والسيرم فيرتين اللي هو مخزون الحديد، مش بس صوره الدم الكامله اللي بتطلع لي نسبه كرات الدم الحمراء والبيضاء والهيموجلوبين، لا انا بطلب كمان مخزون الحديد. تالت عرض معايا سرعه ضربات القلب. طبيعي انا دلوقتي الجسم بيعمل مجهود زايد علشان يضخ كميه كبيره من الدم عشان تقدر تقوم بالوظائف الحيويه، القلب مش هيقدر يستحمل ويحصل حاجه اسمها تاكيكارديا، سرعه في ضربات القلب نتيجه المجهود الزايد اللي بيعمله القلب علشان يضخ لك الدم ويضخ لك الاكسجين.